اليوم الدورة العادية لشهر مارس كيف شفتوا مرت في أجواء رمضانية على كل حال، ولكن في جدول أعمالها غنية وفيها برامج كبرى اشتغلنا عليها لمدة 3 سنوات. إخراج هذا النوع من الاتفاقيات بتمويلات ضخمة، فيها عدالة مجالية، فيها مدينة بوجدور، مدينة السمارة، مدينة الطرفاية، المراكز الصاعدة كيف نموذجا مركز عقف النير كنموذج. اتفاقيات كبرى واستراتيجية في التدبير ديال النفايات المنزلية، تدبير الماء، اتفاقية الشراكة اللي كاينة في الميناء ديال توسعة ميناء العيون، وما تعرفه الدينامية الاقتصادية بالجهة هذه. إغناء والمساهمة في تجويد الخدمات العمومية والبنيات التحتية بالجهة، هذا اشتغل عليه المجلس كيف قلت لكم ل3 سنوات مضت. اليوم تكلل بهذه الاتفاقيات، يتطلب منا جهد كبير وحرص لإخراج هذا الشيء الوجود لأنه صعب. برنامج متكامل الجميع منخرط فيه، الحمد لله ما لقينا فيه إلا التجاوب مع السادة المنتخبين على تراب الجهة، وحتى مولي القطاعات المعنية الحكومية اللي عندنا معها شراكات التجاوب التام. نتمنى إن شاء الله توجد الإمكانيات المالية باش هذه المشاريع ترى النور في وقت واحد، وفي خلال إن شاء الله الشهر القادم هذا الله تبدأ تشوف النور وتعودوا شاهدين عليها. نتمنى اليوم على أساس أنه بعد العبادة نعود كذلك هذه عبادة لاشتغال وخدمة المواطنين اللي أمنون على هذه الأمانة، ومساهمة كنطبقوا اختصاصاتنا. ورمضان كريم بهذه المناسبة. ذيك الإمكانيات بغيت نقول للعموم وللأندية المنضوية تحت لواء عصبة جهة العيون الساقة الحمراء، هذه التفاتة من المجلس والبداية إلى تنظموا وصلحوا ورسموا الأهداف. هذه إمكانيات مالية كبيرة 5 مليون ديال الدرهم، ونقد نجلب لهم مع الجامعة إمكانيات ثانية لتحسين أوضاعهم، ولكن أنا ما قد نشتغل في بلاصتهم. أنا المهم على أساس أني أنا منفتح، على أساس أني نساعد الأندية الجهوية اللي منضوية تحت العصبة. وقلت الإمكانيات اللي باش لأن الإشارة المجلس باش يفهموا، لأنه لعل وعسى حد يفسر تفسير خاسر ولا هذا. الإمكانيات اللي رصدناها للعصبة ألا في إطار عنه باش ما تعود، لأنه الاختصاص الجديد ممنوع لنا على أساس أننا ندعم إحنا الأندية بشكل مباشر. هذا اختصاص المجالس البلدية والمجالس الإقليمية لدعم الأندية والوضع اللي كيعيشوه الأندية الآن وسط الجهة حسب ما بلغ علمي. قلنا لابد نديروا ضخة وعلى الأقل نساهموا ونعتوا على أساس أننا رانا عالمين بهم. والمصاحبة الإمكانيات عطيناها للعصبة وخصصناها ونبهنا في الاتفاقية عن العصبة لا حق لها تستعملها في أي شيء من اختصاصات العصبة، ووضحتها للمجلس باش يبقى واضح. يعني أنا مساهمتي راني عطيتها للعصبة ودرتها باتفاقية ودرتها بالبنود، وجب على العصبة على أساس أنها تنفيذ هذا البرنامج وهذا الاتفاق. الأندية المنضوية تحت لواء العصبة هي الخاصة بمشاركتها وتقيس تقيس العصبة اللي فيه الشروط اللي عنده إطار قانوني واضح ويشتغل ويلعب له يستفاد، اللي ما يلعب وما عنده إطار قانوني لن يستفيد سوف يقصى.